السلام عليكم. لماذا نرى بعض المشاهير إذا كثر المال عنده وعظمت شهرته إذا هو يشطح ويخرج لنا بأشياء لم تكن مألوفة ولم تكن معروفة وهي محرمة، مثل آراء فاسدة أو خروج بمظهر لا يليق وغير ذلك؟ لأن المال إذا كان بيد رجل جاهل فإن هذا المال داعية للهوى، داعية للفسق. يقول الشاعر: إذا لم يكن علم يزان به الفتى فمال الفتى جهل عظيم يشينه، لعمرك إن المال داعية الهوى إذا هو لم يصحب بعلم يصونه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار إلى هذا بقوله: فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لا شك أن المال إذا كان بيد رجل جاهل برجل فاسق، لا شك أن هذا المال مدعاة للهوى، مدعاة للفسق. فلا بد للمال من علم، لا بد للمال من تقى حتى تنضبط أموره وحياته، وينضبط أيضا صرفه لهذا المال.